لا هو مش متأثر خالص بحجم المبيعات، بالعكس يعني النهارده أأمن استثمار احنا بنفكر بنتكلم فيه. النهارده لو معاك فلوس، لو حطيتها في ذهب، حطيتها في دولارات، حطيتها في عقارات، بتيجي في آخر السنة بتحسب النت بروفيت اللي جاي لك من الفلوس اللي انت حطيتها، بتلاقي نسبة العقارات محققة لك تقريبا 3 أضعاف من ناحية الاستثمار التاني. من ناحية فرق فهو فرق. الأول الموضوع كان ناس كتير أوي ممكن تظهر وناس ما بتظهرش، انما دلوقتي الموضوع بقى فلتريشن اكتر بكتير. لا انا انصح لو هم يبيعوا دلوقتي، خصوصا كمان لو هم اشتروا في حاجه خلاص قربت على الاستلام او خلاص استلموها، يبتدوا يبيعوها ويفكروا في الاماكن الجديده اللي لسه السعر فيها ما وصلش البيك، اللي لسه الاسعار فيها في بدايتها. بنتكلم زي منطقه زايد الجديده، زي اكتوبر، زي العاصمه الاداريه، زي المستقبل، لو بنتكلم في الناحيه الثانيه من القاهره. فبس في حاجه اوليكس ساعدني فيها اكتر وده بجد، ان اوليكس كان من اول السورس اللي انا اقدر اعتمد عليه اللي هو يكبر الشركه عندنا في حجم المبيعات، في حجم الكلاينت اللي بيخشوا، الكلام ده كله. لا هو من ناحيه ساعدني في تحقيق الارباح، هو اكيد ساعدني بشكل كبير قوي في تحقيق الارباح، بس احنا كبروبرتي هيلز احنا محافظين على توزيع النسبه ما بين الشانلز اللي موجوده في السوق. اوليكس النهارده بيشكل لنا كحجم مبيعاتنا بنتكلم في حوالي من 35% ل 40% من حجم المبيعات لبروبرتي هيلز سنويا. من اللي مبيعاتنا اكتر في شركتين قوي، بنتكلم في بالم هيلز سواء برضو تجمع او زايد او ساحل، وبنتكلم في سودك برضو نفس الكلام في تجمع او زايد او ساحل. الشركتين دول بيشكلوا هم بس لوحدهم بنتكلم في حوالي برضو 50% من مبيعات الشركه. طبعا كان في اختلافات بسيطه ما بين الابلكيشن الجديد والقديم، بس هي المسألة كانت مسألة وقت، والدنيا بقت يعني الماركتنج عندي بقى اوير بالموضوع، والموضوع خلاص اتحل يعني بقى. لا مفيش أي مشاكل الصراحة أقدر أتكلم فيها يعني. لا احنا مين الشغل بتاعنا كله برايمري اللي هي المشاريع اندر كونستراكشن اللي لسه تحت الإنشاء، سواء لسه جديدة في لانش أو الكلام دوت. أكيد طبعا يعني أوليكس النهارده كأبلكيشن بقى من الأساس بقى في أي بيت يعني. بس من ضمن الحاجات اللي أنا بعتها على أوليكس عربيتي، يعني كان معايا عربية قبل اللي معايا ديت، وخدت مني حوالي 4 أيام في بيعها، وما كنتش منزل اعلان ولا فري ولا ما كنتش منزل اعلان بفلوس، انا نزلت اعلان كده واتباعت معايا في حوالي 4 أيام يعني. ومش عربية واحدة يعني، تقريبا كل عربياتي بشتريها من على اوليكس وببيعها من على اوليكس.